السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغطي اشتراك وفعل الجرس واضغطي على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. لو انتي اول مرة كده تشرفيني وتنوريني في قناتي. تعالوا النهارده كده بعد غياب عن القناه رجعت لكم كده. هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا. عندك كده حته اللحمه وعندك عزومه او عزم حد، النهارده هنعمل وصفه حلوه جدا جدا. اهم حاجه كده في الوصفه بتاعتنا او في اللحمه بتاعتنا يكون فيها نسبه من الدهن كده عشان تبقى الوصفه معانا حلوه وجميله. ما عندكيش اللحمه ما فيهاش دهن، هنشوف بقى نحط لها ايه كده في الفيديو مع بعض. يلا بينا هنشوف الوصفه بتاعتنا. تعالوا كده ايه، بعد ما قطعت اللحمه كده مكعبات صغيره ونسبه الدهن دي طبعا نسبه الدهن قليله. ومعايا شبت وكزبره خضراء حطاهم في الفريزر، ومعايا بصلتين صغيرين او بصلايه كبيره، ومعايا كده حبه كده من العيش الشمسي بتاعنا. خلاص، عندك بقسماط ناشف عادي بدال الايه العيش. معايا كده قرن فلفل اخضر، ومعايا فصين توم مهروسين يعني حطاهم في الفريزر. طبعا بديل العيش عندك بقسماط عادي، ما عندكيش بقسماط حطي عيش. العيش الشمسي بتاعنا ده بيبقى جميل جدا يعني. هنفرم بقى كل الحاجات دي مع بعضها ويلا بينا كده هنشوفهم كده ايه بعد ما فرمناهم كده في الايه في الكبة. فرمنا كده اللحمة وفرمنا البصل مع الفلفل مع الثوم، وفرمت الايه العيش. طبعا الكزبرة والشبت طبعا انا سبتهم زي ما هم كده عشان هم اصلا ايه متخرطين صغير يعني. هنزل بكل المكونات دي كلها، اللحمة مع البصل مع العيش مع الخضرة مع كل حاجة يعني كلها كده مع بعضها يعني. ويلا بينا كده هنحط التوابل مع بعض. هحط كده ايه كزبرة ناشفة يعني. بص ما تكتريش توابل في الوصفة بتاعتنا دي. هي كزبرة ناشفة فلفل اسود، حبة كده من توابل اللحمة، واحط ملح. خلاص، واقول لك بقى على المكون اللي هيخلي معانا الوصفة حلوة جدا. احط كده ايه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. طبعا لغايه هنا طبعا انتوا عرفتوا انا هعمل ايه. احط كده نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. خلاص، وهحط معلقه من السمنه. ده بديل ايه بديل الدهنه. لو انت الدهنه عندك قليله حطي كده معلقه كبيره كده من السمنه. خلاص. وطبعا ايه الوصفة بتاعتنا دي طبعا مش عايزة معلقة، عايزة بإيدنا كده. ونخلط بقى المكونات دي كلها كده بإيدنا عشان كل حاجة كده تختلط ببعضها يعني. وتدينا بقى أنسجة كده في الإيه في الوصفة بتاعتنا تبقى حلوة كده. حابة إيه تفرمي اللحمة مع المكونات دي تاني براحتك، بس أنا إيه فضلت كده إيه بإيدنا كده وندعكها كويس وخلاص على كده. خلاص ادعكيها بقى كويس. وفي التوابل في المكونات دي كلها بصوا ريحتها جنان. بصوا الانسجه، انا عايزه اللحمه تبقى متماسكه كده في بعضها عشان ايه تدينا نتيجه حلوه. جبنا صينيه كده، وهجيب الخضار بتاعنا. معايا بطاطستين طماطميتين فلفل اخضر قرن فلفل اخضر. وهقطع بقى الحاجات دي كلها زي ما انتوا شايفين كده في الصينيه. قطعيها حلقات او زي ما انتوا شايفين مكعبات صغيره، براحتك انتي خالص في التقطيع اللي انتي حباه. خلاص، ما تكتريش. لو انت عامله كميه قليله ما تكتريش الخضار، لو عامله كميه كتيره كتري الخضار. يعني انا الكميه دي حلوه مظبوطه على كميه ايه الكفته اللي انا هعملها. خلاص، يبقى قطعت البطاطس. انا كله هقطعه ايه زي ما انتوا شايفين يعني. انا مش هبشر الطماطم ولا اي حاجه، لا انا قطعت الطماطم زي ما انتوا شايفين، والفلفل والبطاطس وكله يعني. اهو كده بصوا الوصفة دي تحفة وجميلة جدا جدا. الخضار ده بيبقى طعمه حلو جدا بصراحة. هتجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. معايا كده ايه معلقتين كبار كده من البصل اللي كنت ايه عاملاه للكفتة. شلت معلقتين كده عشان نحطهم بقى ايه على البطاطس. واحط كده ايه فص توم مهروس برضو على البطاطس عشان الخضار ده بيبقى طعمه حلو جدا بالحاجات دي. هحط بقى التوابل. هحط برضو ايه فلفل اسود كزبره ناشفه حبه كمون وخلاص على كده، والملح حبه ملح كده عشان ايه نظبط بقى الملح بتاع الايه الوصفه بتاعتنا. وهحط ايه برضو معلقه سمنه كده عشان برضو الوصفه بتاعتنا تبقى حلوه. وهنقلب بقى الخضار ده كله في بعضه، البصل والطماطم والبطاطس وكل حاجه كده هقلبها كويس جدا في الصينيه عشان ايه نعرف نحط عليها الكفته وندخلها ايه الفرن.
اهو كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى ايه نصبع بقى الكفتة الجميلة بتاعتنا. معانا الشريمو اللي بيبقى في العصير والحاجات دي. ما عندكيش بالمعلقة عادي خالص يعني. جبت حبة زيت كده عشان ايه ابل صوابعي كده عشان ايه اعرف اشكل ايه الكفتة بتاعتنا. طبعا انا بصوا حلوة ازاي مفرغة كده من جوه. عشان تدينا بقى نتيجة حلوة كده وتبقى جميلة بصراحة. طبعا انا مش هكبر الصابع زي ما انتوا شايفين كده، مش كبير قوي ولا صغير قوي، يبقى مظبوط كده وحلو. انا مش عايزاه تخين عشان يبقى مستوي معانا ويبقى حلو وهيديكي كمية كمان كتيرة. يعني بصراحة كمية حتتين اللحمة دول عملوا لي كمية كتيرة جدا. هخلص الكمية ونرجع تاني نشوفها كده بعد ما صبعناها. شايفين ما شاء الله عملت لي كمية كتيرة جدا جدا. يعني حتتين لحمة على بصلتين على قرن فلفل على حبة عيش، ما عندكيش عيش حبة بقسماط، هيعملوا لك كمية كتيرة جدا جدا من الكفتة. تعالوا جبت كده ايه معلقة من الصلصة على حبة زيت، وهندهن كده ايه وش الكفتة زي ما انتوا شايفين كده، وهدخلها الفرن. طبعا. بصوا هو في مقطع اتحذف مني بصراحة، اتمسح مني بس مش عارفة يعني اتمسح مني ازاي. هتجيبي نص كوباية مية وهتنزليها بقى ايه على الكفتة، على البطاطس يعني ايه. عشان البطاطس تستوي معانا وتبقى حلوة، بس بصراحة المقطع ده مش عارفة اتمسح مني ازاي. تعالوا كده هنشوفها كده وهي في الفرن، جميلة جدا وريحتها تحفة بصراحة، يعني ريحتها جنان. شايفين المية السوائل بتاعت الكفتة نزلت على البطاطس وكانت جميلة جدا. اهم حاجة تحطي للبطاطس نص كوباية كده من المية عشان تستوي معانا كويس، والمية بتاعت الكفتة برضو هتنزل عليها وتبقى جميلة جدا جدا. تعالوا كده هنشوفها كده بعد ما ايه خلصت واخدت اللون الجميل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. والبطاطس مستوية جدا جدا وحلوة، والكفتة كانت مستوية. شايفين بصوا الجمال عامل ازاي، البطاطس مستوية. شايفين حبة بقى ايه على الأكلة ديت أو الوصفة دي، حبة رز كده حبة مكرونة، هتبقى تحفة جدا جدا جدا. هتنفعك في عزومة، هتنفعك في غدا في عشاء، أي حاجة كده هتبقى جميلة بصراحة. جربوا الطريقة دي جميلة جدا. شايفين بصوا الكفتة عاملة ازاي، تحفة وجميلة جدا. طبعا انا مش مستحملة لازم ادوق. شايفين عاملة ازاي هشة كده من جوه مش مكتومة معايا، وكانت بصراحة تحفة وجميلة جدا جدا. شايفين عاملة ازاي، لازم ادوق طبعا واشوف بقى ايه طعمها حلو جدا. جربوها على طريقتي بجد بجد تعجبكم جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم او وصفتنا تكون عجبتكم. لايك للفيديو وشير للقناه لاعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله احلى متابعين، ومتنسيش اللايك من ايدك الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.